النهاردة هنعمل مع بعض كورن تشيز دوج، وزي ما انتم شايفين المطة تحفة للجبنة. وهتلاقوا بقى المفاجأة اللي انا عاملة قطمة وقطمة. بصوا المطة دي. اهم حاجة نختار نوع جبنة كويس. بالنسبة للهوت دوج اللي بتفضلوه، سواء لحمة سواء فراخ. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هنا اخترت ان انا احط الهوت دوج حتة وحتة، يعني مخليتوش زي ما هو على بعضه. وبرضو خدت صوابع الجبنة برضو حتة وحتة، بحيث كل قطمة يبقى ليها طعم غير اللي قبلها. وبيبقى تحفة يا جماعة لما تحس ان انت بتقطم الطعم كله على بعضه. بنحطها في سيخ الشيش طاووق زي ما احنا شايفين، وبنعمل المجموعة كلها مرة واحدة. وتعالى اقول لكم بقى على سر العجينة السهلة البسيطة المتوفرة في بيوتنا كلنا. اول حاجة بنشيل بنظام الواحد. 1 كوباية دقيق اصفر، 1 كوباية دقيق ابيض، 1 كوباية لبن، سهلة اهي، بيضة واحدة، معلقة بيكنج باودر، معلقة ملح، معلقة فلفل. وكل ده بنخلطه مع بعض. وناخد بالنا يا جماعة من قوام العجينة بعد ما نخلطها. هي لا بتبقى عجينة زي الكيك سايلة جدا، ولا بتبقى عجينة متماسكة زي العيش. لو ناخد بالنا من القوام لازم يبقى فيه سائل شوية. بعد كده بنطلع اي كوباية من النيش تكون محترمة كده وطويلة، ونخلي بالنا ما نكسرهاش، ونملاها ونبتدي نغطس الكورن تشيز دوج. ولما نيجي نقلي يا جماعة خلي بالنا واحنا بنقلي، معلش انا مقربة الكاميرا في القلية ليه؟ عشان ناخد بالنا كويس قوي من التكاية دي. انا بحط الكورن تشيز دوج، واول ما بحطه في الزيت لازم بمعلقة كبيرة كمان اغطي من فوق، يبقى الزيت ما بيقليه من تحت والزيت برضو بيقليه من فوق، عشان ما يفصلش او يعمل لون ولون، او يبقى فيه كده ايه زي خط في النص فارق. ولما اقلب برضو استمر في نفس الحركة، احط زيت من فوق يبقى بيتقلي في نفس الوقت من ناحيتين. وبالذات لو انا مثلا ما عنديش حاجة غويطة اقلي فيها، وهقلي في طاسة عادية زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم في اللون؟ اظن تحفة. تعالوا بقى نشوف حاجة كده انا عملتها. عملت برضو كورن تشيز دوج بس حطيته في القلاية. بصراحة انا يعني اتفاجئت بالنتيجة وهي طالعة. انا ظبطته على 11 دقيقة، وكانت على 160 درجة الحرارة زي ما احنا شايفين. بعد كده بفتح، بس بصراحة النتيجة كانت سيئة للغاية. انا ما اقتنعتش بيها. اولا هو فصل من بعضه، الجبنة باظت من كل حتة، ما بقاش فيه جبنة، بقى يدوب بس على الهوت دوج جوه، وبقت عاملة زي رغيف العيش البايت. فانا بصراحة يا جماعة ما انصحش بيها. نرجع للطريقة الاصلية ونقلي الكورن تشيز دوج بتاعنا في الزيت عادي جدا، وهي زيت غزير عشان ما يعملش الحركة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة من غير الزيت. وتعالوا بقى نشوف احلى مشهد. بالهنا والشفا يا جماعة. نحط كاتشب، ماسترد اللي بيحبها زي ما انتوا عايزين. وبالهنا والشفا، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. نسيت اقول لكم على فكرة، الكورن دوج دي اصلا اكل الماني مش امريكاني، بس الامريكان شاطرين يا جماعة في الماركتينج، فعشان كده اتسوقت على انها امريكاني. وبالهنا والشفا بالطريقة المصري. باي.